نشوفوا الفيلم ديال الهوس اللي هو من اخراج ابراهيم الادريسي، اللي مخرج تبارك الله عليه حتى هو كانت عنده نظره زوينه. والاحداث ديال الفيلم كانت قصه جديده، فكره جديده اللي عجبتني بزاف. كنتمنى حتى الجمهور تعجبو، وانا مأكده انها غادي تعجبو. الاحداث كتدور على ان جيهان كداري غادي تكون مطربه مشهوره، وغادي تقلب الحياه ديالها، حيت بغات تقول بحال الناس المشهورين شويه كيوليو عندهم الاعداء اكثر. لو رول ديالي كان هو لا كوبين ديال جيهان انتيم. دونك انا هي ديك صاحبتها اللي كنبقى نقول لها لا ما ديريش هذه وديري هذه وعلاش درتي هذه. دونك انا هي ديك صاحبتها اللي ديما كتفيقها، وحيت هي نورمالمون كتكون كتبغي امين بن جلول. ودونك انا هي ديك صاحبتها مسمومه شي شويه. لا انا ماشي مسمومه، مي لو رول كان بحال هكا، والممثل كيقدر يجسد اي دور كيف ما كان، مسمومه خايبه زوينه كل شيء. انا ديجا مثلت رول بطوله مع سعيد ناصري، بيانتو ان شاء الله غادي يخرج. مثلت مع هشام جباري فرصه ثانيه، اي بيانتو غادي نوجدوا المسلسل ديال رمضان. اليوم نتوما فيها الخير الياس سنيت عقد مع دريس الروح في الصباح في الفيلم اللي فيه 10 ديال الكيزات.